لو شفت الشاب ده في فيلم رهينة مستحيل تصدق انه هيبقى نجم كل الناس بتسقف له النهارده وتشيد بيه. قصتنا عن فنان بدأ من الصفر وبنى نفسه بنفسه عشان يقدر يظهر في الوسط الفني. من اول ما دخل معهد السينما وسابها ورجع لكليته، بس قلبه كان دايما على المسرح. شارك في ورشة أستاذ خالد جلال في مركز الإبداع، وقدم وقتها مسرحية قهوة سادة سنة 2009. كانت أول خطوة علشان الناس تاخد بالها منه. ومن قبلها شارك في مشهد صغير جدا في فيلم الرهينة سنة 2006، كلنا لما شفناه تاني افتكرناه. ومن بعد قهوة سادة شارك في مسلسل تامر وشوقية وفيلم ألف مبروك صاحب أحمد حلمي الأنتيم، وفي نفس الوقت شارك في فيلم تيتا رهيبة صاحب محمد هنيدي الأنتيم. وبعد كده شارك في فاصل ونعود مسلسل المواطن إكس. ومع السنين بدأ ياخد إشادات وياخد أدوار بشكل أكبر زي مسلسلات شربات لوز وبدون ذكر أسماء، وأفلام زي هرج ومرج وتيتا رهيبة. لكن الانطلاقة الحقيقية في عالم البطولة كانت من خلال فيلم القشاش، وبعده فيلم قط وفار مع الأستاذ الكبير وحيد حامد وإخراج تامر محسن. مش هننكر إن فراج كان محظوظ جدا إنه بيبدأ مسيرته الفنية مع مخرجين ومؤلفين بكل تأكيد هيخرجوا أفضل ما عنده، لكن هل هو فعلا كان يستحق الفرصة دي؟ تعالوا نشوف. بعد قط وفار فراج بدأ ياخد بطولات أكبر في مسلسلات وأفلام، بيشارك بمساحات كبيرة جدا. اسمه على أي عمل فني بيفرق فيه جدا، زي تحت السيطرة، سقوط حر، الميزان، هذا المساء، وقبيل. وعلى ذكر مسلسل تحت السيطرة، فراج وضح إنه وقت تصوير المسلسل فقد والده، وكان مضطر وقتها يصور مشهد عن فقدان شخص عزيز عليه، وده أثر عليه جدا. ومن أكتر الشخصيات اللي علمت مع الجمهور دوره في أهو ده اللي صار في شخصية علي بحر، ودوره في الشيخ مؤنس في لعبة نيوتن. ومن لعبة نيوتن لغرفة 207 لفيلم مميز جدا أخد عليه إشادات عالمية ومحلية، فوي فوي فوي. والتاني سنة على التوالي بيشارك في فيلم ياخد إشادات عالية جدا، رحلة 404 مع منى زكي بدور قوي جدا، وكل مشهد كان ما بينهم بمثابة مباراة تمثيلية رهيبة. السنة دي فراج قدم مسلسل منتهى الصلاحية بفكرة ناقشت قضية دمرت حياة شباب كتيرة عن عالم المراهنات. حاليا بيتعرض له مسلسل كتالوج عن أب بيلاقي نفسه فجأة مسؤول بالكامل عن أسرة بعد وفاة مراته، وبيتفاجئ كمان إن مراته سايباله سلسلة من الفيديوهات بتكلمه إزاي يكون أب كويس لعياله. قول لي بقى إيه أكتر دور بتحبه للفنان المبدع محمد فراج؟